المرتبات. اي حد في القاهره والكلام ده بين 6 ايام. 6 ايام. هنتكلم بقى على الكلام اللي بيشجع بقى الناس يعني. ماشي ماشي حلو. اه، المرتبات بالنسبة للمعيد بص، ايه؟ لما بتخرج بيبقى قدامك طريقين، يا مم. اما تكليف يا اما تعيين معيد. دلوقتي الحوار التكليف بقى صعب شويه، بس احنا نفرض ان انت اتقبلت تقريبا 6:30. بقى مش كل الاماكن حوار بتاع زمان بقى اللي انت بتنزل يوم في الاسبوع وتنزل تبصم وتمشي والكلام ده، لا، عايز مم. اقول لك ان بقى في رخامه، والمينيمم 3 ايام. اي حد في القاهره والكلام ده بين 6 ايام. 6 ايام. في بصمه، وفي ممكن يقول لك في تفتيش مفاجئ، في مش عارف ايه. يعني مم. الدنيا بقت رخمه الا مم. بقى في يعني ايه اقاليم الاقاليم الاقاليم بقوا مشددين جامد في الحوار ده. ليه؟ برضو عشان هم عايزين الناس ما تستسهلش التكليف ويخلوه صعب شويه بحيث ان الاقبال عليه يقل. فلا معلش، ايه ده يعني؟ ليه احط نفسي في كده؟ لو انت عايز تتعين معيد، اولا بيبقى 5 ايام، وهيبقى 4 ايام لو انت قدمت على ماستر. تمام. رينج المرتبات اقل حاجه دلوقتي في الجامعات تقريبا 7. دي اقل حاجه. في ازيد حاجه 11، 12. طبعا انا مش بتكلم مثلا على الجلاله، لان مم. الجلاله مش بتاخد اصلا معيدين مش محضرين ماستر، يعني هي بتبتدي اصلا من ماستر. مم. مم. عشان كده مرتباتهم بتبقى عاليه شويه. مم. كيف قلنا خلاص انت اخرك 6:30. مم. يوم لما تحضر حاجة تعمل مش عارف ايه هتبقى 7 يعني مش هتزيد الزيادة الجامدة. مم. تمام. تمام. انت دلوقتي لما تكون معيد في الجامعات، انت قلنا الرينج بتروح مثلا من 7، ده اقل حاجة، لحد 11. مم. لما بتحضر ماستر او حاجة بتزيد تقريبا مثلا بتاع 4000 جنيه. يعني مثلا هتاخد، لو انت في اقل جامعة بقى مثلا ماستر، من اول 11. مم. لو انت محضر ماستر، فاهمني، من 11 مثلا لحد 16 17. مم. فطبعا يعني تقريبا هيبقى دبل التكليف. طبعا دي حاجه كويسه جدا. المشوار بتاعها ممكن يبقى طويل شويه، بس اخره حلو. يعني مثلا لما تحضر ان شاء الله دكتوراه، هيبقى مم. الرينج بتاعك مثلا من 24 لحد 30. فاهمني. انما انت كل الكلام ده في التكليف، انت زي ما انت اخرك هتاخد مثلا 9، ولا انت زي ما انت يعني البروجريس فيه مم. كفلوس مش حلو.